القصص اللي كنقراو في القرآن الكريم تعتبر من أمتع القصص والأكثر موعظة وعبرة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ومن أكثر القصص اللي نعتبروها قصة معبرة غادي نتعلموا منها دروس مفيدة لحياتنا هي قصة أصحاب السبت. غادي نعرفوا أصحاب السبت كيفاش كانوا، واش عذبهم الله كاملين، واش ناسلوا وخرجوا منهم أولاد وأبناء، واش هما اللي كنشوفوا دابا بعد تحولوا القرود. كل هاد التفاصيل غادي نعرفوها من هاد القصة هادي، فبقاو معنا. بداية القصة، وقعت هاد القصة هادي قرية سميتها أيلة. هاد القرية هادي كانت على ساحل واحد البحر سميتو بحر الأقزام. كيداول واحد القول تاع ابن عباس أنه قال كان واحد القوم من بني إسرائيل زمان داود عليه السلام سكنوا واحد القرية على الساحل تاع واحد البحر بين مصر وحيطان يقولوا لها أيلة. ومن هنا غادي نعرفوا أن أهل هذه القرية من بني إسرائيل، ومعروف على بني إسرائيل أنهم ما كيوفيوش بالعهود وعادمين الوفاء. يذكر أن سكان هذه القرية كانوا كيخدموا على الصيد، وباش تعرفوا أن بني إسرائيل ما كيوفيوش بالعهود اعتبرهم الله تعالى ومنعهم على الصيد يوم السبت، وكان هذا هو بداية النهاية بالنسبة لهم. من بعد هذا المنع اللي منعهم الله تعالى من الصيد يوم السبت، شافوا أن الحوت ما كيجيش بزاف للساحل تاع البحر اللي كيصيدوا فيه إلا في هذاك النهار تاع السبت، ولكن حيت الله سبحانه وتعالى منعهم من الصيد والخدمة هذاك النهار، فما كانش شي حد اللي كيتجرأ يمشي يصيد في البحر. واللي استغربوا منه أهل هذه القرية أن الحوت ما كيجيش إلا في هذاك النهار بزاف، وملي كيجي اليوم الآخر كيقل الحوت بزاف. استمروا على هذا الحال لمدة حتى قرر واحد من أهل هذه القرية ينفذ واحد الخطة جهنمية فيها خدعة. حفر شي حفار الساحل تاع البحر، دوز لهم شي سواقي باش الحوت اللي كيجي نهار السبت للساحل تاع البحر يطيح في هاد الحفاري هادي وما كيقدرش باقي يرجع، وباش يبقى الحوت هذوك الحفاري حتى الغد اللي غادي يبداو فيه الخدمة. كيظن عند راسو راه باللي راه ما خالفش امر الله، معنا دار غير حيلة باش يصيد الحوت وصافي. ملي كيجي اليوم الاخر كيمشي كيعمر الحوت وصافي، بمعنى ما صيدش نهار السبت، راه ما صيدش حتى النهار الاخر زعما. المهم بقى هذا الراجل على هذا الحال وكيدير هذا الفعل كل يوم حتى عاقوا به اهل القريه. قرروا يديروا بحال اللي كيدير، ولكن كل هاد الافعال اللي كيديروا هاد الناس ما كانوش كيجهروا بالفعل ديالهم، بمعنى كيديروا هاد المعصيه سرا، وحتى الله تعالى ما عاقبهمش على داكشي اللي كيديروا. ولكن بعد وقت قليل ولا داكشي عادي عند الناس، كلشي كيصيد يوم السبت وبالعلالي، وبداو كيبيعوا هاد الحوت الاسواق ونساو امر الله تعالى باللي نهاهم من الصيد يوم السبت. وعلى هذا الفعل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، بمعنى ما ترتكبوش بحال اللي ارتكبوا اليهود، يستحلوا محارم الله بأصغر الحيل، بمعنى كيديروا شي حيلة باش يستحلوا داكشي اللي حرمه الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في سبتهم إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كان من صفات بني إسرائيل التضليل والخداع والمكر، وكل هذه الأحداث اللي دوزناها كانت دليل على المكر والخداع والحيلة مع الله عز وجل في اللي حرموا عليهم. هذا السبب كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كيحذر الأمة ديالو من هذه الصفات اللي كتغضب الله عز وجل واللي ما كيناش لها بلاصة في الدين الإسلام. قال الشوكاني على اللي قاموا به بني إسرائيل من اللي استعملوا الحيلة باش يصيدوا الحوت، وحفروا حفر ودوزوا لهم سواقي باش الحوت اللي كيجي للساحل البحر كيدوز من هذوك السواقي وكيطيح في هذوك الحفار وما كيقدرش باقي يرجع، ويصيدوه يوم الاخر. انهم مكاره. كان بانوا شي وحدين من اهل هذه القريه كينهاو هذوك اللي كيديروا هذا الفعل من غضب الله عز وجل. وفي هاد الناس قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ويذكر ان الطائفه اللي كانت كتنهى هذوك اللي كيديروا هذاك الفعل بناو ليهم واحد السور بينهم وبين هذوك اللي كيعصاو الله، داروا بحساب زعما الا صابهم الله تعالى بشي عقاب باش حتى هما ما يتصابوش. كان العقاب تاع الله تعالى شديد على اللي خالفوا الامر تاعو سبحانه لدرجات ما كانوش كيتخيلوها لا هما ولا حتى الناس اللي كانوا تقيين الله سبحانه وتعالى. يتمسخهم الله تعالى وتحولوا القرود ولكن بعقول بشريه. كان هذا العقاب باش يستوعبوا شحال كان الله تعالى غضبان عليهم ويكون لهم عقوبه على ديك الحيله اللي استعملوا مع الله وداروا اللي نهاهم عليه. بقاو على هذه الصفه 3 ايام، كانوا ما كياكلوش ما كيشربوش وما كانوش كيتناسلوا، تماتوا كلهم على هذا الحال باش
باش ياخذوا الناس عبرة ويعرفوا أن مخالفة أمر الله ماشي سهلة. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ومن هذه الآية غادي نعرفوا أن الله تعالى ما عذبش أهل القرية كلهم، بل نجاو هذوك اللي آمنوا وما خالفوش أمر الله تعالى، أما الباقي أصابهم العذاب الأليم جزاء لفعلهم. هنا كتنتهي قصتنا إلى قصة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام.